المنامة هي السر اللي كل شركات السياحة بتخبيه عنك، لأنها هتخليك تسافر وانت مرتاح أكنك مسافر طيران، خاصة بقى لو رايح شرم، غردقة، مرسى علم، مطروح، أي مكان الطريق فيه أكتر من 6 ساعات. وهي عبارة عن مكان في آخر الأتوبيسات الحديثة، مجهزة بحيث شخص واحد فقط يقدر يخش ينام فيها، مكيفة، وكمان الشخص يقدر يتحكم في درجة حرارة التكييف، وفي العادة بيبقى فيها مخدة ومرتبة وبطانية خفيفة، وفيها كمان إضاءة تقدر تتحكم فيها. ده غير كمان مدخل يو اس بي عشان تشحن تليفونك، وأخيرا فيها تليفون موصل بالسائق عشان في أي ظرف تقدر تتواصل مع السائق وتتكلم معاه. نايس والله. لو عوزتكم اكلمكم في التليفون ده هو ما تردش بالله عليك، مش هنرد الطريق والله. 8 ساعات. تخيل تخش الساعة 2:30 بعد منتصف الليل تنام فيها، وتصحى الساعة 11 الصبح تلاقي نفسك وصلت الفندق بتاعك، من غير بقى ما تحس بتعب ال9 ساعات وانت يا عيني مش قادر حتى تفرد رجليك. مش هتناسب قوي الناس اللي عندها فوبيا الأماكن الضيقة أو الأماكن المغلقة، بس أنا عن نفسي من ساعة ما عرفت السر ده، لما باجي أحجز مع شركة السياحة اللي بطلع معاها على طول بقول لهم أول أتوبيس مجهز بمنامة هيطلع عندكم يوم إيه، وحدد ميعاد رحلتي بناء على الأتوبيس. يلا لو عندكم اي استفسار يخص السفر والسياحة والفنادق ابعتولي، ما تنسوش الفولو عشان تشوفوا كل جديد، وكالعادة شعارنا متابعة اسلام صالح كلها مصالح.